السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وكل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة موفرة جدا للوقت، نقدر نقول كده بمعلقة واحدة وشوية مية هيكون عندنا احلى عصير في 10 دقايق. يعني لو مستعجلة بقى كده قبل الفطار وحابة تحضري عصير سريع جدا، وصفة النهاردة هتفيدك جدا جدا. تعالى بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. اول حاجة بقى معايا كده نص كيلو من البرتقال، هبدأ طبعا اقشره كده في البداية. اهم حاجه بس ان انا اشيل القشره البيضه بحيث ما يمررش معايا في العصير. بالنسبه بس للبرتقال هتستخدمي بقى برتقال بسره او برتقال بلدي طبعا براحتك، بس اهم حاجه لو استخدمتي برتقال بلدي وانتي بتقطعيه اهم حاجه ان انتي تستبعدي البذور. بعد ما خلصت بقى كميه البرتقال اللي معايا هبدا بقى اجيب نص كيلو من الجزر وابدا برضو اقطعه حلقات بالشكل ده. طبعا تقدر طبعا ان انتي تضاعفي الكميه، ممكن تعملي برضو كيلو من البرتقال قدامه كيلو من الجزر. طب بعد ما خلصت كده وقطعت كل الكمية اللي معايا هبدأ كده احطهم في حلة عندي، وهضيف عليهم كوبايتين من السكر وكمان كوباية الا ربع من المية. بس بالنسبة للسكر انا رجعت حطيت تاني نص كوباية من السكر، بحيث بس طعم العصير يكون مظبوط. طب هبدأ طبعا في البداية كده احطهم على نار عالية، بعد بقى كده ما يغلوا غلوة واحدة هبدأ ان انا اهدي النار عندي، يعني النار كده تكون متوسطة لحد الجزر ما يستوي عندي. بعد ما يستوي عندي هبدأ ان انا طبعا هقفل النار واسيبهم طبعا يهدوا من الحرارة، وبعد كده هضيفهم للخلاط واضربهم كويس جدا لحد ما يبقى عندي الخليط بيوريه بالشكل ده.